أسعد كلمة أسمعها أنا، أسعد كلمة، يعني أسجد لله شكرا. يعني البارحة مثلا بعد المحاضرة لما تجي بنت عمرها 16 سنة 16 سنة في هذا الزمن المغريات، وتنظر عليك تقول أنا أريد أكون مثلك، فأنا أقولها حبيبتي أحسن مني 100 مرة إن شاء الله، أنا أريد أكون طبيبة وداعية يا رحمن الدنيا والآخرة. فهذا لذلك نحتاج القدوة. بس أنا لو تسأليني ونعم القدوة دكتورة حضرتك، يا الله يجعلني أحسن مما يظنون ويغفر لي ما لا يعلمون، بس أهم قدوة هي الأم. هي الأم، إذا الأم كانت قدوة في البيت في زمن الانفتاح والتحديات اللي والإنترنت والأشياء اللي نراها ونشوفها، الله يعينهم. فالأم إذا كانت القدوة أنت خلاص، أنت خرجتي قدوة. فلذلك أنا دائما أقوم للأمهات، يعني الشعر الأكيد أنت يعني سامعة فيه، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.